ناس كتير فاكرة إنها أول ما تاخد الشهادة هتشتغل بيها على طول، والشركات هتقف بالطوابير قدام باب بيته عشان تمضي معاه العقد. بس الحقيقة مش كده، والشهادة عمرها ما كانت ضمان شغل ولا عقد توظيف. الشهادة في أفضل حالاتها هي تذكرة دخول للمقابلة مش أكتر. ولو فاكر إن حروف زي CMA أو CFA جنب اسمك هي اللي هتجيب لك المرتب الخيالي اللي بتحلم بيه، فأنت كده مش فاهم اللعبة في السوق. الشركات النهاردة مش بتدور على حد معاه شهادة وخلاص، ولا بتدفع فلوس عشان ورقة الشهادة اللي معاك. الشركات النهاردة بتدفع على القيمة، وبتدور على حد فاهم بيعرف يطبق وعنده طريقة تفكير صح هيحل بيها المشكلة اللي عندها. الشهادة كل دورها إنها بتقول لهم إنك فاهم الأدوات وعندك القابلية، بس الشهادة لوحدها مش دليل إنك جاهز. وعلشان كده السوق بيسألك هتعرف تستخدم الأدوات دي ولا لأ. فلو معاك أقوى شهادة في العالم بس مش بتعرف تطلع توصية مالية لمديرك أو تكتشف غلطة في الميزانية، يبقى شهادتك دي مجرد برستيج شكله حلو. وعلشان كده السوق النهاردة فيه نوعين من المحاسبين: محاسب صياد شهادات بيجمع حروف كتير جنب اسمه ومستني الفرصة تجيله، وفي محاسب تاني صياد فرص بياخد الشهادة كسلاح يقوي بيها مهاراته وبيعرف يصنع فرصته بإيده، وده اللي الشركات بتدور عليه. خد بالك إن الشهادة المهنية هي بتديك الأفضلية في التقديم قدام الشركات، بس شخصيتك ومهاراتك وقدراتك دي اللي بتمضي لك العقد. طيب هل ده معناه إن الشهادات ملهاش قيمة؟ طبعا لأ، الشهادة مهمة ومهمة جدا كمان، بس لوحدها مش كفاية. الشهادة المهنية بتفتح لك الباب، بس اللي بيدخلك جوه الشركة فعليا هو مستواك. المشكلة بقى إن في ناس بتتعامل مع الشهادة المهنية كأنها النهاية، ياخد الشهادة المهنية ويستنى النتيجة. بس الحقيقة إن الشهادة المهنية دي البداية مش النهاية. فبدل ما تسأل الشهادة دي هتشغلني ولا لأ، اسأل نفسك الأول: أنا بعد الشهادة دي هعرف أقدم إيه؟ هقدر أعمل إيه بإيدي؟ إيه القيمة الجديدة اللي هضيفها للشركة؟ سوق العمل النهاردة مبقاش يرحم، والذكاء الاصطناعي ما بيسيبش مكان لحد روتيني. وعلشان كده انت مش بتاخد الشهادة المهنية عشان تمتحن وخلاص، انت بتاخد الشهادة عشان تسيطر على مكانك في الشركة جوه. فلو بتفكر تبدأ شهادة، ابدأها وانت فاهم دورها الحقيقي. الشهادة مش بتشغلك، بس هي بتساعدك تبقى شخص يستحق يشتغل. وإن الشهادة ممكن تفتح لك الباب، بس اللي بيثبت بعد كده هو أنت.